حضرتك النهارده بتلاقي ان التيش من دول بيخش كده على الزباله، بيبقى بص كانه لقى كنز. اول ما بيخش بيفتح الاكياس وبيبهدل الشنط وبيعمل عشان ياخد في الاخر كرتونه من هنا، علبه كنز من هنا اهوت، حته بلاستيك من هنا اهوت، حته نحاسه من هنا اهوت، سلكه من هنا اهوت، وبيبهدل الدنيا. تمام. انا فكرت في فكره مشروع جميله جدا هتكسبك ملايين الجنيهات. ده بالنسبه للشباب او حتى بالنسبه للناس المحترمه اللي زي حالتنا كده، هو الكبيره في السن شويه. ايه هو المشروع دوت وعباره عن ايه؟ تعال اقول لكم عباره عن ايه. المشروع بالمختصر المفيد يا جماعه هو كالتالي. حضرتك النهارده ممكن تقدر تعمل ابلكيشن. الابلكيشن دوت هيكون وظيفته ايه؟ مثلا هنسمي الابلكيشن ده ابلكيشن خردة. خلي بالكم الفكره اللي انا بتكلم فيها ديت ما اتعملتش في مصر قبل كده، ومتهيألي ما اتعملتش يعني في العالم كله الا في دوله او دولتين بالكتير قوي، وانا ما اعرفهمش كمان. الابلكيشن ده يا جماعه هيوصلك لكل بيت في مصر. اي خردة جوه بيت في مصر حضرتك هتاخدها من الناس عن طريق الابلكيشن. يعني انا مثلا دلوقتي كعميل، تمام، عندي مثلا ألمونيا وعندي مثلا كرتون وعندي نحاس، عندي سلوك وعندي خردة عايز اخلص منها. هعمل ايه؟ مثلا هخش على الابلكيشن اللي حضرتك طبعا هتكون عامله، هقوم مصور الخردة اللي معايا ديت، واقوم مثلا وزنها كمان، واقوم باعت لك على الابلكيشن اللوكيشن بتاعي، واقول لك مثلا انا عندي خردة عبارة عن نحاس مثلا قد كده، ألمونيا قد كده اهوت، حديد قد كده اهوت، كرتون قد كده اهوت، وببعت لك لوكيشن، وحضرتك بتيجي تاخد الحاجة دي مني. طبعا بقى حضرتك ممكن تعمل كذا فكرة في الموضوع دوت بالنسبة اللي انت يعني ايه، ازاي تدي للناس فلوس. يعني ممكن تديهم فلوس او شهريا او مثلا اسبوعيا. بطريقة الابليكيشن دي وبالفكرة دي انت كده حضرتك لميت جميع الخردة اللي في مصر. والابليكيشن ده ما اتعملش قبل كده هو في اي دولة، يمكن اتعمل في دولة او دولتين وانا كمان ما اعرفهمش. دي فكرة جديدة خالص ما اتعملتش في مصر خالص. حضرتك بعد كده هو بعد ما بتعمل ابلكيشن، طبعا بقى كده انت معاك اللي انت هتجيب ألمونيا وهتجيب حديد ونحاس و عندك مجال مفتوح يا باشا، انت بتشتغل على اعادة المخلفات. تمام. زائد اللي انت خليت كل الناس اللي في البيوت نتيشة لحسابك انت. الفكرة هنا هو بقى. تمام. حضرتك دي فكرة مشروع تكسبك ملايين. واحد دلوقتي شاب هيجي يقول لي انا دلوقتي يعني ايه، معلش يعني، طب انا افرض انا في يعني ايه في سوهاج، وواحد مثلا في القاهرة. حضرتك كشاب ممكن تعمل الابليكيشن دوت يبقى في نطاق الدايرة بتاعتك او في نطاق المنطقة بتاعتك. يعني مثلا انا مثلا من 6 اكتوبر، انا ممكن اعمل الابليكيشن ده هيبقى واخد نطاق 6 اكتوبر فقط لا غير، وهشتغل عليه. تمام. بدل ما تعمل وكلاء، او مثلا ممكن تعمل ابلكيشن وتعمل وكلاء ليك في المحافظات وفي المدن عن طريق الابلكيشن. يا جماعة فكرة مشروع هي انا اديتها لك، وحضرتك تقدر بقى اللي انت تشتغل عليها وتبدع فيها. تحياتي للجميع.